السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في قناة حضراتكم. درسنا النهاردة للصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية. الدرس الأول عندنا النهاردة أنماط سكان بلدنا. طب هنتكلم عن ايه في الدرس ده؟ هنتكلم النهاردة في كذا نقطة. هنتكلم في أنماط سكان بلدنا، ايه التعداد السكاني، ايه كان قديما وايه كان حديثا، سكان مصر حاليا توزيعهم ايه، أنماطهم ازاي، ونتائج توزيع أنماط السكان. اول حاجة هناخدها معانا النهاردة التعداد السكاني في مصر. مصر من اقدم الدول التي اجرت عدا سكانا. يعني ايه؟ يعني زمان ما كانش الدنيا عندنا اللي هو اي حد بيسكن واي حد بيقعد والعدد مش عارفين هو ايه. لا، الكلام دوت من زمان وهم بيجروا عدد للسكان. طيب هنعرف ده من خلال ايه؟ قال لي التعداد السكاني القديم تم إجراء عدا للأفراد في عام 3340 قبل الميلاد. تبعه يعني اللي وراه كان في عام 3050 قبل الميلاد. بيقول لي بعد كده تم تقدير متوسط عدد الأسر وصغار السن. يعني هم ما بيقولوش مثلا اللي هم هيبقى معايا الأب والأم بس، لا، أنا كمان هاخد معايا عدد صغار السن. يعني ايه صغار السن؟ يعني الطفل اللي لسه مولود، الطفل الأكبر، الطفل اللي هو في مدارس أو إلى شبه ذلك في الوقت ده، بالإضافة لعدد الجنود والضباط والصالحين للخدمة العسكرية في عهد مين؟ قال لي في عهد أمنحتب الثالث. أمنحتب الثالث كان في الوقت دوت من 1411 ل 1375 قبل الميلاد. يعني أنا بشوف الجنود اللي عندي قد إيه، أن الجنود دي هقدر أحارب بيها أو لأ، هتفضل في حمايتي أو لأ، والجنود والضباط كذلك. طيب انا دلوقتي عندي عدد عايزه ازوده، طب هعرف ازاي هزوده او لا؟ هرجع للخدمه العسكريه، هعرف فيها الناس ديت صالحه للخدمه العسكريه، الناس اللي عندك السن بتاعهم نافع ان يكون معايا في خدمه عسكريه ولا لا. كل دوت بيفرق معايا. يعني كانت بتتعمل التعداد السكاني قديما لكذا نقطة، مش نقطة واحدة. بعد كده بيقول لي تم إجراء عد للأفراد ومحل إقامتهم في عصر الدولة الإسلامية واستمر إجراءه 6 أشهر. طب ده معناه إيه؟ قال لي يعني بيروحوا لحد باب البيت، في حد جالكم النهارده جديد، في حد قاعد معاكم، في حد جه من السفر، في حد سافر، في توفى، في اتولد. الكلام دوت كانوا بيهتموا بيه جدا في الدولة الإسلامية. بعد كده بيقول لي التعداد السكاني حديثا. حديثا بقى بيتكلم في ايه؟ بيقول لي تقوم مصر حاليا بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات. يعني احنا عندنا في مصر ما بنقومش بالتعداد كل سنة، لا، بنستنى 10 سنين وبعد كده بنبدأ مرة تانية اللي احنا نشوف العدد بقى قد ايه، يا ترى زاد، قل، المواليد قد ايه، الوفيات قد ايه، الناس اللي معانا في البلد سواء مصريين او غير مصريين العدد بتاعنا كله قد ايه. طب ده بيتعمل على طول؟ قال لي لا، ده بيتعمل كل 10 سنين. طيب يعني ايه كلمة تعداد؟ هو قال لي هو حصر شامل للسكان يشمل بياناتهم من حيث النوع والعمر ومحل الإقامة، مستوى التعليم، الحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي. مش فاهم. أول حاجة معايا بيقول لي النوع، هو ذكر ولا أنثى، بنت ولا ولد. هتنفع معايا، هنعرف ان في عنوسة ولا الوقت دوت الاناث والذكور قد بعض متساويين في العدد. كل ده بيفرق معاهم. طيب تاني حاجة العمر، صغيرين مش هيقدروا اللي هم يشتغلوا فيجيبوا للبلد اقتصاد، كبار عايزين مثلا مستشفيات، محتاجين تعليم، ايه السن بتاعهم، بيقيسوا العمر عشان كده. بعد كده بيقول لي محل الإقامة، في تكدس في مكان معين ولا الدنيا في مصر كلها بالمساحات بتاعتهم قاعدين الدنيا فيها ايه، عشان كده بنشوف محل الإقامة. مستوى التعليم، التعليم اللي عندي متوسط، فوق متوسط، ولا تعليم عالي. كل ده بيفرق مع الدولة علشان يعرف هي الدولة دي مثقفة بنسبة قد ايه.
بعد كده بيقول لي الحالة الاجتماعية. يعني ايه حالة اجتماعية؟ يعني حد عازب او عزباء ما اتجوزوش، يعني حد مطلق او مطلقة، يعني حد متزوج او متزوجة. كل ده معناها الحالة الاجتماعية. بعد كده بيقول لي الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي، الأسرة ديت عارفة تعيش بالمرتب اللي معاها ولا مرتبها مش مكفيها؟ الوضع الاقتصادي بتاع الأسرة ديت عارفين اللي هم يودوا عيالهم مدارس ولا الوضع معاهم مش كويس؟ الوضع معاهم اللي عارفين اللي هم يستثمروا فلوسهم، يشيلوا فلوسهم، الدنيا معاهم كويسة، ولا كل ده بيفرق من شخص لآخر؟ بعد كده بيقول لي هدف التعداد. يعني ايه هدف التعداد؟ بيقول لي تحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. قلنا لما بيشوف العمر بنعرف منه انا عندي كبار سن، طب الكبار السن دوت انا هقدر دلوقتي احدد لهم اللي هم محتاجين مستشفيات. طيب انا معايا شباب، الشباب دلوقتي في التعليم، فانا لازم في المستقبل اخلق لهم فرص عمل. علشان كده بيقول لي انا بحدد الخدمات اللي بيحتاجها في الحاضر اللي معايا دلوقتي واللي في المستقبل. ما ينفعش ابص دلوقتي الدنيا فيها ايه وما بصش هيحصل معاهم ايه في المستقبل. بعد كده بيقول لي هو آخر تعداد حصل تم إجراءه في عام 2017 وبلغ عدد سكان فيه مصر نحو 94,800,000 نسمة، ومن المتوقع إجراء التعداد القادم عام 2027. طيب ايه الجهة المسؤولة؟ مين اللي بيروح اللي هو يعمل التعداد دوت؟ اي حد كده وخلاص؟ قال لي لا، اللي بيحدد التعداد او الجهة المسؤولة عن التعداد هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. عندنا جهاز في مصر اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيعبي، يعني معنى كلمة تعبئة يعني جاية من اللي انا بعبي حاجات كتير مع بعض، بعد كده بعمل إحصاء. الستات لوحدها، الرجالة لوحدها، الأطفال لوحدها، الكبار لوحدهم، كل واحد على حسب. أنا عندي الستات مثلا عمرهم قد إيه، صغيرين، كبار، في مراحل جامعية، كبار سن. الرجالة هكذا، بنحاول بيعمل اللي هو بيقسمهم. دي معنى كلمة إحصاء. بعد كده عندي الساعة السكانية. الله، هو احنا كمان عندنا ساعة سكانية؟ ايوه، عندنا كمان ساعة سكانية. بيقول لي هي ايه؟ قال لي هي ساعة موجودة اعلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تظهر تقديرات لعدد سكان مصر والذي يتزايد مع مرور الدقائق بسبب زيادة أعداد المواليد. يعني الساعة ديت بتعرفني احنا عندنا قد ايه مواليد، سكان مصر قد ايه. الله، هو مش احنا قلنا في التعداد اللي انا ما بعرفش غير كل فترة معينة اللي هي كل 10 سنوات؟ قال لي ده بيعمل تعداد وبيبتدي اللي هو يحصر الناس اللي في مصر كل 10 سنين، لكن الساعة دي بتعرفني عددنا المجمل، ما بينزلش اللي هو يدور الحالة الاقتصادية ايه، العمر ايه، الوقت ايه، الكلام ده لا، هو بيعرفني بس اللي احنا كم مليون دلوقتي، مش اكتر من كده. دي مهمة الساعة السكانية. بعد كده بيقول لي توزيع السكان في مصر. عندي خريطة بتوزع وبتحدد أعلى محافظات مصر سكانا وأقلها. طب وإيه السبب؟ قال لي عندي محافظات باللون الأحمر الداكن زي مثلا القاهرة والجيزة. بيقول لي لو بصينا تحت كده اللي من 8 ل 10 ملايين نسمة، يعني المحافظات ديت فيها تكدس لدرجة ان فيها من 8 ل 10 ملايين نسمة. بعد كده هنلاقي ان اللون الافتح منه شوية في من 6 ل 8 ملايين نسمة، بعد كده من 4 ل 6 ملايين نسمة. طب ديت بنستنتج ايه من الخريطة ديت؟ بيقول لي ان في تباين. الله، يعني ايه كلمة تباين؟ قال لي يعني عندي محافظات عدد السكان فيها كتير قوي زي القاهرة والجيزة، وعندي محافظات عدد السكان فيها قليل قوي زي الوادي الجديد ومطروح. بيقول لي هنا ان المحافظات ديت، او بيبين لي هنا ان المحافظات ديت عدد سكانها كبير ولا صغير.
طيب بيقول لي محافظة ممكن يقل سكانها عن 1,000,000 نسمة. الله، طب ليه المحافظة دي ممكن نقل سكانها عن 1,000,000 نسمة؟ قال لي بيقل العدد سكانها عن 1,000,000 نسمة بسبب صعوبة مظاهر سطحها وندرة موارد المياه بها. طب قلت له زي ايه؟ قال لي زي جنوب سيناء. طب ازاي؟ قال لي يعني فيها مثلا جبال، الجبال ديت مثلا انا مش هعرف ازرع فيها، فبالتالي انا مش هعرف اقعد فيها. طيب فيها شغل؟ لا، الشغل فيها ما بيبقاش كتير، فانا عشان كده بيتجه للمدن اللي فيها الشغل كتير. طب المدن دي زي ايه؟ قال لي القاهرة والجيزة. طيب ايه المحافظات اللي بيزيد سكانها على 8 ملايين؟ قال لي زي القاهرة والجيزة، بيبقوا على طول زحمة لانها عاصمة البلاد. هي ايه اللي عاصمة البلاد؟ قال لي القاهرة. القاهرة عاصمة البلاد، عشان كده فيها تكدس سكاني، فيها معظم الوزارات، فيها كل الاشغالات، فعشان كده الدنيا فيها بتكون زحمة. بعد كده بيكلمني عن انماط السكان في مصر. يعني ايه انماط السكان في مصر؟ قال لي عندي 3 انواع: سكان حضر، سكان ريف، سكان بدو. طب ما تيجي نتكلم عليهم واحدة واحدة. يعني ايه سكان حضر؟ قال لي الذين يسكنون المدن ويعملون بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات الاخرى. طب ايه الخدمات الاخرى؟ قال لي تعليمية، صحية، مصرفية. قلت له يعني اللي في الحضر بيشتغلوا في صناعة وتجارة وسياحة. قال لي شركات السياحة معظمها بتكون في مناطق الحضر. عندي الصناعات معظمها بتكون في مناطق الحضر اسفة سوري. عندي السياحة بتكون في مناطق الحضر. طيب عندي خدمات اخرى زي ايه؟ معظم المدارس، عندي مدارس كتير في الحضر، عندي مستشفيات كتير في الحضر، عندي كمان اللي هي الصرافة موجودة في الحضر، البنوك الكبيرة موجودة في الحضر. طيب نسبة السكان بتكون قد ايه؟ بيقول لي نسبة السكان فيها تبلغ نسبة سكان الحضر نحو 42.4 من إجمالي السكان في مصر. طب ده وفقا لإيه؟ قال لي وفقا لتعداد 2017، وفقا لتعداد 2000 وكام؟ قال لي 2019. بعد كده بيتكلم معايا عن السمات التعليمية. السمات التعليمية بيقول لي تنخفض نسبة الأمية بين سكان الحضر لعدة أسباب. يعني إيه الأمية؟ الأمية اللي ما بيبقاش جاهل ولا بالقراءة ولا بالكتابة، اللي هو بعرف أقرأ وبعرف أكتب. وفي الدروس اللي جاية هنعرف إن في أنواع تانية من الأمية غير القراءة والكتابة. عندي طب ليه أنا عندي هنا الناس ما بتبقاش مش أميين كتير؟ قال لي علشان انتشار المؤسسات التعليمية. أنا عندي مؤسسات تعليمية كتير، عندي مدارس كتير باختلاف أنواعها، سواء بقى حكومة، خاص، ناشونال، انترناشونال، على حسب نوعها. عندي بعد كده ارتفاع مستوى المعيشة. الأب أو الأم المسؤولين على البيت بيقدروا اللي هم يدخلوا أطفالهم مدارس زي كده، علشان بيكونوا شغالين في معظم الصناعات او التجارة او السياحة او الخدمات الاخرى اللي قلنا عليها فوق. طيب ايه بقى المشكلة؟ قال لي المشكلة اللي عندي هي هجرة سكان الريف الى المدن. طب ده ايه مشكلته يعني؟ ما احنا كلنا في بلد واحدة. قال لي لا، في مشكلة، هي زيادة ضغط على الخدمات بالمدن. يعني انا مثلا لو عندي مدرسة حكومة على المنطقة اللي هي فيها مثلا زي الجيزة، فعندي مدرسة واحدة مثلا حكومة، فهيبقى العدد بتاعها هيكون مستوعب اللي في الجيزة بس. طب لو جالي مثلا من الريف اكتر، طب المدرسة هتكون زحمة. طيب انا عندي مستشفى في الجيزة، فالدنيا في الجيزة بتستوعب الاهالي الجيزة. طب لو جالي ناس بقى من بره تاني، الدنيا في المستشفيات هتكون مزدحمة اكتر. عشان كده بيقول لي زيادة الضغط على الخدمات بالمدن. تاني حاجة ظهور العشوائيات. انا باني البيت بتاعي 5 ادوار، مكفي اهلي ومكفي اسرتي ومكفي جيراني. طيب ناس جديدة جت وانا ما عنديش شقق فاضية، طب الناس دي هتقعد فين؟
قال لي الناس ديت هتبني بيت جنب بيتك. طب انا عندي بيت جنب بيتي. قال لي لا، بيكون في مساحة فاضية، فالمساحة الفاضية دي بيبدأ يطلع بيها ببيت تاني. فالمساكن او البيوت بتكون جنب بعض بطريقة عشوائية، ما بتكونش منتظمة، ما بتكونش ما بينهم مسافات، فبيكون المشكلة معانا هنا في التكدس السكاني، فبتظهر العشوائيات عشان تكفي الناس دي كلها تقعد في نفس المكان. طيب عندي محافظات حضرية، اعرف منين المحافظة دي حضرية ولا ريفية ولا ايه نوعها بالظبط؟ قال لي عندي 4 محافظات حضرية بالكامل، يعني ما بيكونش فيهم ريف. قلت له زي ايه؟ قال لي زي محافظة القاهرة، الاسكندرية، السويس، بورسعيد. قاهرة، اسكندرية، سويس، بورسعيد. ال4 محافظات دي نقدر نقول عليهم محافظات حضرية بالكامل. طيب بعد كده بيقول لي عندي سكان الريف. طب ايه المقصود بسكان الريف؟ قال لي هم الذين يسكنون القرى ويعملون بالزراعة وتربية الحيوان. احنا اتفقنا ان اهل المدن بيشتغلوا في حاجات اخرى. طيب اهل المدن او اهل الريف بيشتغلوا في ايه؟ قال لي بيشتغل في الزراعة وتربية حيوان. يعني بيبدأ اللي هو يزرع لي الارض علشان يبعت لي هنا في المدينة اعرف اكل، وبيربي الحيوان علشان برضو نستفيد بيها من لحمها ومن لبنها ومن كل حاجة الأبقار بتطلعها. طيب نسبة بقى سكان الريف قد ايه؟ قال لي نسبة سكان الريف نحو 57.6 من سكان مصر. طب ده وفقا لدماغنا؟ قال لي لا، وفقا لتعداد مصر لسنة 2017. طيب عندهم تعليم زي في الحضر؟ قال لي لا، بترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف مقارنة بسكان الحضر. طب ليه؟ ما عندهمش مدارس زي اللي موجودة في الحضر، ما احنا اتفقنا. طيب المشكلات؟ قال لي يعاني سكان الريف من انخفاض الدخل وانخفاض مستوى المعيشة. طب ليه كل ده؟ قال لي بسبب قلة الخدمات ونقص فرص العمل. زي ما اتفقنا في مناطق الحضر بيكون في كذا مؤسسة، بيكون فيها كذا مكان اللي احنا نشتغل فيه، عكس القرى بيكون مستوياتها اقل، فبديهي مش هيلاقي شغل، فبديهي مش هيكون لاقي اللي هو يصرف، فمش هيعرف يدخل اولاده مدارس وينمي عندهم اللي ما يكونش فيه أمية. طيب وغير كده كمان في ايه؟ قال لي الست في الأسرة في الريف ما بتنجبش فرد او 2، لا دي ممكن تنجب اكتر من 7 افراد. فده بيدل علينا في ايه؟ فاللي العدد بتاعنا بيبدأ اللي هو يزيد، فبدل مثلا ما بناخد 100 جنيه نقسمها على طفلين، لا احنا ممكن ناخد 100 نقسمها على 7 اطفال، فالحاجة مش هتكفي، الموارد مش هتكون على قد الناس، الحاجة ديت مش هتكفي الأسرة كلها، فهيكون فيها مشكلة. فبيقول لي هنا زيادة متوسط حجم الأسر بالريف عن الحضر بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر، بيزوجوا البنت أو الولد في سن أصغر بكتير من المدن الموجودة. طيب ايه هي بقى البدو ومين سكان البدو؟ قال لي سكان البدو هم الذين يعيشون بالصحراء ويمارسون حرفة الرعي. طيب انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ قال لي انا بعيش في الصحراء، ماليش بيوت ولا في المدن ولا في القرى. طب وبتعمل ايه؟ قال لي بعمل حرفة رعي الغنم او الرعي عموما. الاماكن دي فيها شوية عشب، فيها بير مية، فبيبتدوا هم يستوطنوا في المكان دوت، يأكلوا الابل، يأكلوا الاغنام اللي معاهم، يبدأ اللي هم يعيش حياتهم في الصحراء الى ان ينفذ بير المية او الاعشاب اللي موجودة تبدأ اللي هي ما تبقاش موجودة، فيبدأوا بالترحال لاماكن اخرى. طيب في الدولة عملت بقى جهود لكل الكلام ده؟ قال لي طبعا. طب ايه جهود الدولة لحل مشكلات سكان الحضر؟ قال لي تقوم الدولة حاليا بالمشروع القومي لتطوير العشوائيات. في عشوائيات كتيرة الدولة بتحاول تشوف فيها حلول. قال لي جهود الدولة لحل مشكلات سكانات الريف المصري. يعني ايه؟ يعني بوعي الشباب على تنظيم الأسرة، اللي احنا نقلل خلفة شوية، ما يبقاش الأسرة كبيرة عشان تعرف تصرف عليهم، يبقى تنظيم الأسرة هو تقليل عدد الأطفال في الأسرة الواحدة، ما يبقاش عندي عدد أطفال كتير عشان تعرف اللي انت تعيش في المكان.
طيب ايه هي بقى ايجابيات تنظيم الاسرة؟ انا هنظم الاسرة ليه؟ قال لي اول حاجة يساعد الاسرة على تربية الطفل وتعليمه بشكل جيد. لما يكون عندي طفل او طفلين انا هعرف اعلمهم بشكل كويس، وهعرف كمان اللي انا اربيهم، هيكون عندي جهد وقدرة اللي انا اتعامل معاهم واعرفهم التربية الايجابية. على عكس ما يكون 7 افراد مش هقدر اللي انا اتجاوب مع كل طفل من ال7 زي بعض. تاني حاجة بيحافظ على صحة المرأة. صحة المرأة ما بتهلكش، ما بتبقاش اللي هي مش قادرة اللي هي تتجاوب، مش قادرة اللي هي تتحرك، لا بتقدر على قد جهدها يعني اللي هي تتعايش مع اطفالها، وتقدر اللي هي تراعيهم، وتقدر اللي هي تكون قادرة اللي هي تذاكر لهم وتشوف متطلباتهم. ويقلل وفيات الاطفال الرضع. من كتر الولادات او من كتر الاطفال بيكون في المستشفيات مش قادر اللي هو استجابة اللي انا انقذ كل الاطفال دي، فغصب عنهم الاطفال الرضع بيبتدوا اللي هم يتوفوا. طيب نتائج عدم تنظيم الاسره بقى ايه اللي هيحصل لو ما نظمناش الاسره؟ قال لي زياده السكان مقارنه بالموارد المتاحه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي في البلد طن رز. طيب طن الرز ده لما يكون عندي 100 مليون زي ما يكون عندي 300 مليون؟ لا طبعا. لما يكون عندي 100 مليون انا هعرف ااكلهم كويس، هعرف ان انا احافظ على الناس اللي عندي من الجوع، اعرف ان انا الموارد اللي عندي اخليها تبقى متاحة للجميع، ما خليش فيه عجز. طب لو خلفنا كتير، لا طبعا انا مش هلاقي اللي انا اكلهم، مش هلاقي الشعب ده على طول يكون لاقي الموارد بتاعته متاحة، الموارد هتكون مستهلكة دايما، فالحاجة هتكون بتخلص على طول، مما يؤثر سلبا على التنمية. طب يعني ايه؟ قال لي يعني كل ما احنا بنخلف اكتر وكل ما بيبقى عندنا عيال اكتر بيكون بيأثر على التنمية. مش هقدر ان انا انمي البلد، مش هقدر ان انا يبقى فيه استيراد لبره، مش هينفع ان هو يبقى فيه تصدير، مش هينفع ان انا اكون بلد منتجة اللي انا يخش لي عملة صعبة من الاشياء الموجودة عندي في البلد. طيب الدولة بقى حاليا بتعمل على تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية سواء صحيا واجتماعيا. طب هدفه ايه؟ ضبط الزيادة السكانية، ما يكونش فيه زيادة كتير، وتنظيم الأسرة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، يكون حياة المواطن أفضل، وبصفة خاصة حياة المرأة والطفل. إطلاقا مبادرات لتنمية الريف مثل مشروع حياة كريمة، هدفه تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، تحسين مستوى الخدمات كالتعليم والصحة والبنية الأساسية. يعني ايه بنية أساسية؟ قال لي زي الصرف الصحي والطرق، وتحسين مستوى الدخل ومستوى معيشة سكان الريف، يبقى الدخل بتاعهم عارفين اللي هم يعيشوا الدنيا معاهم كويسة، ومستوى معيشة سكان الريف كمان تكون أفضل مما هي عليه. طيب نتائج بقى الكلام ده ايه؟ قال لي تحقيق التكامل بين السكان وتبادل المنتجات، زي ما احنا قلنا اللي في الريف اللي يساعد المدن، واللي في المدن بيساعد الريف من خلال التبادل والتكامل مع بعض. ويساعد ذلك على التنوع في تحقيق التنمية في جميع المجالات الاقتصادية. دايما هيكون عندي تنوع في المجالات الاقتصادية، مش هقف على الزراعة، مش هقف على تربية حيوان، مش هقف على سياحة، لا هيكون في تكامل، كلنا بنساعد بعض،